في مدينة الغردقة في ليلة شكلها عادي جدا حصلت حاجة محدش لحد النهاردة قادر يفهمها. يوم الجمعة 3 فبراير 2025 الساعة 11:30 بالليل. المكان شارع جانبي في حي الشعلة في الغردقة. أمينة عندها 43 سنة، عايشة في الدور الثالث في عمارة قديمة، ومعاها بنتها يارا اللي عندها 7 سنين. جوزها متوفي من 4 سنين، ومن ساعتها وهي شايلة مسؤولية البنت لوحدها. ست بسيطة شغالة موظفة في شركة سياحة صغيرة، كانت ماشية جنب الحيط، لا ليها في المشاكل ولا بتحتك بحد. الناس كانت بتحبها، لكن اللي حصل في الليلة دي خلى كل يسأل نفسه، هي الست دي كان وراها حاجة ولا كان الموضوع عشوائي؟ الشرطة استلمت البلاغ الساعة 5:42 صباحا. جريمة قتل في شقة بالدور الثالث، ست مقتولة والبنت مش موجودة. أول ما الشرطة دخلت حست إن في حاجة مش طبيعية، كل حاجة مكتومة، مفيش كسر، مفيش سرقة، ومفيش مقاومة قوية. الجثة على الأرض في صالة البيت، وشها متغطي بدمها، بس مفيش طعنات، في ضرب شديد بعنف واضح. اللي حصل بالظبط محدش يعرفه، بس الجيران بيقولوا إنهم سمعوا صرخة جامدة بعد نص الليل، بس كانت صرخة مكتومة. الغريب إن باب الشقة كان مقفول من جوه، والأغرب يارا الطفلة الصغيرة اختفت تماما، ولا في كسر ولا في دليل على إن حد دخل الشقة، بس البنت مش موجودة. أكتر حاجة شغلت الشرطة في المعاينة إن شنطة الأم مش موجودة، وفي آثار خفيفة على الأرض كأن حاجة كانت بتتجر، بس مش واضحة قوي. مفيش بصمات لا على الباب ولا على جسم الضحية، كل حاجة نظيفة وممسوحة. التحقيقات بدأت، بس كل حاجة كانت بتقف. مفيش كاميرات حوالين العمارة، الشارع مظلم وبعيد عن الزحمة. العمارة نفسها ساكن فيها ناس كبار في السن، ناس مش فاضيين يراقبوا. واحدة من الجراد قالت إنها سمعت صوت يارا قبلها بيوم وهي بتقول ماما قالت ما تفتحيش للراجل اللي بيجي متأخر. بس الراجل ده مين؟ هل هو قريب ولا صاحب ولا جار ولا حد تاني تماما؟ الشرطة فتحت موبايل الأم، في مكالمات متكررة لرقم مش متسجل. كل يوم الساعة 10 بالليل رقم موبايل بدون اسم. لما الشرطة عملت تتبع للرقم ده لقيته متسجل باسم ست ماتت من سنة، ودي كانت أول عقدة في اللغز. بعد يومين ظهرت مفاجأة تانية، بلاغ عن شنطة مرمية في البحر قريبة من شاطئ عام. الشنطة دي كانت بتاعت أمينة، نفس اللون نفس الشكل، بس اللي جواها حاجة غريبة. لبس البنت عليه نقطة دم، وورقة صغيرة مكتوب فيها بخط طفولي أنا خايفة. الشرطة أخدت الورقة وعرضتها على خبير، وأكد إن الخط ده خط طفلة فعلا. الكل حس إنه دخل في مرحلة خطر دلوقتي. البنت دي مش ميتة، أو على الأقل كانت عايشة وقت ما الورقة اتكتبت. بعد 10 أيام من الجريمة مفيش أثر ليارا، مفيش مشتبه فيه، وكل الأدلة إما نظيفة أو مش كاملة. التحقيق وقف أو اتسحب منه الاهتمام، لكن الناس في الغردقة لحد دلوقتي مش قادرة تنسى اللي حصل. كل ما حد يشوف صورة يارا بيتخيلها بتبكي لوحدها في مكان محدش عارفه. أسئلة كتير بتدور في دماغ الناس، يا ترى هي يارا لسه عايشة ولا القاتل خبى الحقيقة بطريقة محدش يقدر يوصلها؟ الغردقة المدينة اللي دايما بتضحك للسياح شايلة في قلبها حكاية أم اتقتلت وبنت اختفت، وجريمة محدش عارف كانت صدفة ولا خطة مرسومة من شهور. القصة دي مش بس عن جريمة، دي قصة عن خوف، عن أسئلة ملهاش إجابة. الليلة دي في شقة في دور الثالث اتقال فيها سر ولسه محدش سمعه.